في بداية يوم لطيف عادي يظهر وحش مش عادي تحسه هربان من انمي دراجون بول وجاي يفرض عضلاته هنا. اسمه فاكسين مان، بيدمر في المدينة ومحدش مالي عينه. هزم لايتنج مان وسمايل مان، غالبا كان رايح يهزمه بقوة الضحك ولا حد قادر عليه. بيقرر انه يقتل بنت صغيرة، ولكن يظهر بطلنا سايتاما ذو البدلة الصفراء والصلعة البيضاء العاكسة لأشعة الشمس. طبعا الوحش اتفاجئ، انت مين؟ قال له انا واحد بحب اعمل نفسي بطل خارق للتسلية. الوحش اتعصب، انا فاكسين مان جاي اخلص الارض من البشر اللي عاملين زي السرطان، وانت جاي تتسلى؟ انت ازاي تتجرأ؟ سايتاما اتخنق منه بضربه واحده حوله لجيلي. طبعا سايتاما احبط انه خلص الخناقه بضربه واحده. وهنا نرجع بالزمن من 3 سنين لورا لما سايتاما كان عنده شعر. قابل كائن سلطعوني متبيضق من غير بنطلون، طبعا ساب البحر اكيد الجو حر. قال له انت ما جريتش ليه؟ مش خايف على روحك؟ قال له انا لسه متخرج وبائس وراجع من انترفيو شغل بعد ما اترفضت لاني حديث التخرج وما عنديش خبره وما خدتش كاس العالم 3 مرات قبل ما اقدم على الوظيفه، فانا مش باقي على حاجه. ها ناوي على حاجه؟ كائن السلطعون قال له انت روحك فرقتك من زمان زي، علشان كده هسيبك المره ديت. حاليا انا بدور على ولد بدقن كبيره، لو لقيته هعمل منه بطاطس محمره. وفي الطريق قابل سايتاما الولد واتصدم، ده الولد ابو دقن كبيره، يا ترى هو ولا لا؟ بقول لك يا ابني، انت تعرف وحش سلطعوني من غير بنطلون؟ الولد قال له كان نايم في الحديقه، رحت راسم له دايرتين على صدره. سايتاما هوب، ده هو. طب اقول له ايه ده؟ الافضل اكمل طريقي. هوب هجم السلطعون على الولد، بس سايتاما انقذه. قال له انت فعلا هتقتل طفل علشان حته مقلب هايف؟ قال له ده انا هقتله واقتل ابوه كمان. انت عارف يعني ايه يرسم دايرتين على صدري؟ لا، وبقلم ضد المسح، حتى لو فكرت امسحها مش هعرف امسك الفوطه بمخالبي دول. الوحش ضرب سايتاما طياره في الهواء ولسه جاي يقتل الولد. سايتاما اتدخل تاني وقال له وانا صغير كان نفسي ابقى بطل خارق، طز في الوظيفه انا هطلع اللي حصل لي عليك. خد كام ضربه كده، ولكن فجأة تفادى سايتاما الضربات ومسكه من عينه وموته وأنقذ الولد. ومن هنا كانت بداية سايتاما. ونرجع للوقت الحالي. أثناء وجوده في السوبر ماركت ظهر وحش عملاق مقاس رجله 50 متر، تحسه هربان من هجوم العمالقة كده، ولكن في الأصل هو راجل رياضي، بس أخوه جرب فيه تركيبة جديدة من اختراعاته ونعمل أخوة، وبرضه من غير بنطلون. هو في الحقيقة من غير حاجة خالص، هو مش عارف إيه الحكاية. يظهر المؤلف وهو بيكتب الأنمي كان حران زيادة عن اللزوم. المهم الأخ العملاق بيدمر المدينة، والأخ التاني قاعد على كتفه بيقول له خلاص يا باشا احنا بقينا اقوى ناس في الكون. قطعه سايتاما قال له ايه احساسك وانت اقوى واحد؟ الاخ العبقري قال له الحق في واحد على كتفك اضربه بالايد اللي بتاكل بيها. نسي ان اخوه اشول، الضربه جت فيه مات. العملاق شاف اخوه مات اتجنن ونزل ضرب في سايتاما، وفي النهايه الرجل العملاق قال انا بقيت اقوى واحد، بس تفرق في ايه؟ اخويا مات. سايتاما قال له اخيرا انت فهمت. طار سايتاما وضربه ضربه جابت له ارتجاج في المخ. سايتاما كمل الشوبينج بتاعه وروح بيته، خد شاور مع بطته المفضله وكل ونام. وفي صباح جميل تزقزق فيه العصافير يفاجأ بهجوم عليه في بيته من وحش غريب. كانت عملية اجتياح للأرض وبدأت المواجهة وتبادل الضربات. القتال كان صعب لأول مرة على سايتاما، وأخيرا لأول مرة قابل غريمه اللي مش هيموت من ضربة واحدة كالعادة. وهي ديت اللحظة اللي فضل مستنيها طول عمره، ولكن للأسف كان حلم. يظهر إنها كانت مكشوفة يا عم سايتاما. وسبب صحيانه كان وحش تحت البيت نزل حط رجله في وشه. صحتني من أحلى حلم وأحلى نومة. وتمر الأيام ويظهر أسراب من البعوض المص للدماء مجهول المصدر، وتحذيرات بالهرب عند مشاهده اي سرب بعوض. سايتاما كان قاعد في امان الله بيسقي النباتات، جات له بعوضه رخمه بتزن وحصل له نفس اللي بيحصل لنا، بيحاول يموتها ولكن مفيش فايده، تفضل تزن في ودنك لغايه لما تجيب لك الضغط. في نفس الوقت ظهر سرب البعوض في المدينه، وكمان ظهرت معاه الملكه والمسؤوله عن الوباء. ولكن ظهر شخص اسمه جينوس عشان يتصدى لملكه البعوض، وبالفعل ملكه البعوض هجمته بسرب من البعوض يمص دمه، ولكن ملقوش دم، لقوا بنزين 90. طبعا لانه سايبر. دمر السرب بضربه وقال لها خليكي عندك انا هدمرك. طبعا ملكه البعوض ضحكت من كلامه وبدا القتال ما بينهم. هي كانت سريعه جدا وهو خسر دراعه وهي رجليها، عشان كده قررت تهاجم الحيوانات تستمد من دمهم قوه اكتر. وبالفعل ابتدت تاخد الدم من اسرابها وبدات تتطور. جينوس قرر يهاجمها، ولكن قطعه سايتاما بيجري ورا البعوضه الرخمه بعلبه مبيد حشري. السرب قرر يهاجم جينوس، ولكن جينوس استخدم الضربه القاضيه وحول المكان كله لكتله من النيران، لدرجه ان سايتاما لبسه كمان اتحرق. ملكه البعوض لسه عايشه وكمان اتطورت وبدات الهجوم على جينوس وسددت ضربات كانت على وشك ان هي تقطع جينوس لنصين، ولكن سايتاما ضربها قلم قضى عليها زي اي بعوضه رخمه. طبعا جينوس كان مذهول من قوته. وفي اليوم التالي راح جينوس لسايتاما قرر انه يبقى تلميذه، واثناء تناول المشروب الساخن جينوس كان عايز يعرف هو حاطط في جسمه ايه عشان يبقى قوي للدرجه ديت، لدرجه انه افتكر صلعه سايتاما خوذه مدرعه. طبعا جينوس اتصدم، انت شكلك اصغر من انك تبقى اصلع. طبعا سايتاما كان حساس
كويس جدا من حته صلعه. وقرر هنا سايتاما انه يضرب جينوس، ولكن فجاه حس جينوس بوجود خطر واقتحم البيت وحش حشري، ولكن خد ضربه من سايتاما مات فيها. جينوس نط بسرعه عشان يقضي على اصدقائه، بس سايتاما كان خلص عليهم. وحش حفار سحب سايتاما تحت الارض، وظهر وحش سايبورغ عملاق وبدا قتاله مع جينوس، وبدا يتبادلوا الضربات. وفجاه يظهر اسد عملاق وهو ملك الوحوش ومصنف اقوى من وحش السايبورغ قدام سايتاما، بس سايتاما كان مسترخي في الحفره وقال للوحش امشي من هنا. الوحش كان مغرور وقال له انت في وضع لا تحسد عليه، وانا هخلع عينك بمخالبي، وساعتها هنشوف لو كنت هتفضل مسترخي ولا لا. سايتاما خرج من الحفره بكل سهوله. الوحشين اتصدموا. ملك الوحوش لسه هيهجم على سايتاما، قال له استنى في تراب دخل البنطلون. ثانيه واحده خلاص، وبدا الاسد ملك الوحوش بالهجوم وسدد كام ضربه، وبعدين اطلق قوته كلها، ولكن في الاخر سايتاما قضى عليه. طبعا الوحش الحفار اتصدم، ولما سايتاما شافه عملها على روحه. والوحش الحفار قال الجري نص الجدعانه وهاتك يا حفر. فجاه ظهر سايتاما قال له بخ قفشتك بالسلامه انت. في نفس الوقت كان جينوس كسب القتال ضد كائن السايبورغ، ولكن السايبورغ قال له انت هزمتني لكن مش هتقدر تهزم الاسد ملك الوحوش. وفي اللحظه ديت يظهر سايتاما يقول له قصدك ده؟ كائن السايبورغ سكت لحظه مش مستوعب، وبعدين قال لهم وحياة ابوكم ما تموتوني هقول لكم على كل حاجه. وبدا يحكي قال لهم في فتره زمنيه مش بعيده كان في عالم عبقري ساهم في انجازات علميه للبشريه، كان هدفه هو تطور الجنس البشري، ولكن اعتبره هدفه جنون، علشان كده خصص كل وقته لحد ما يوصل لهدفه. وفعلا قدر انه يوصل لهدفه، بس كان وصل سنه 70، ولكن قدر انه يرجع نفسه شباب تاني. مش بس كده، استنسخ نفسه باعداد كبيره وعمل تجارب على الحيوانات وابتكر اجناس جديده. سايتاما زهق، انت رغاي كده ليه؟ خش في الموضوع، ايه علاقته بيا؟ قال له مؤخرا العالم دوت بقى مهتم بيك وبجسمك. سايتاما فهم الموضوع غلط، بس جينوس صحح له فهمه، وكمان جينوس قال له هو هيحاول يهاجمك تاني. سايتاما قال له يلا روح له. في الوقت ده كان العالم المجنون متابع الوضع وعرف ان كل الوحوش تم القضاء عليها. سايتاما وجينوس وصلوا المكان المختبر، وجينوس دمر المبنى بضربه واحده، ولكن سايتاما وجد مخبأ تحت الارض. العالم كان مخبي وحش سري قوي جدا وصعب السيطره عليه، طلب منه انه يمسك سايتاما حي او ميت. فجاه وبدون مقدمات الوحش هجم بسرعه كبيره وضرب جينوس، قال له انا اسمي كارناش كابوتو، تعالى معايا نتقاتل في غرفه القتال. سايتاما راح معاه، ولكن جينوس رجع ينتقم، وبسرعه خارقه هجم جينوس على الوحش وسدد ضربات متنوعه ومختلفه، ولكن ملهاش تاثير على الوحش. الوحش ضرب جينوس خلاه جاب دخان من بقه تحسه ضربه بسجاره جينوس اتعصب وضرب مدفع نار، ولكن الوحش نفخ النار ناحيه جينوس، وكانت النتيجه دماغه بقت شبه الفشار. سايتاما قرر انه يقتله ده كله، والعالم المجنون بيتفرج. سايتاما راح ناحيه الوحش، وفجاه الوحش بسرعه خاطفه بيقرر انه يهاجم سايتاما، ولكن فجاه بيتراجع، وده صدم العالم المجنون. غريزه الوحش خلته يتراجع، كان خايف جدا من سايتاما، وصرخ الوحش وقال له انت مش انسان، انت ازاي وصلت للقوه ديت؟ قال له عايز تعرف؟ هقول لك. جينوس ركز انت كمان معايا، اول حاجه تجهز نفسك للتدريب دوت ايا كانت صعوبته. انا اتمرنت لمده 3 سنين كالتالي: 100 عدة ضغط، 100 عدة بطن، 100 عدة سكواد، و10 كيلو متر جري كل يوم. اوعى تستعمل المروحه في الصيف او الدفايه في الشتاء. فضلت اتمرن مهما رجلي وجعت. بعد سنه ونص لاحظت الفرق، اصلعيت وبقيت اقوى. طبعا محدش صدقه، فكروه بيهزر. الوحش اتنرفز، وده خلاه يتحول لوضعيه السفاح، وهجم على سايتاما وسدد مجموعه من الضربات. وده كله سايتاما هادئ، وفجاه جمع افكاره وافتكر ان النهارده يوم الخصومات في السوبر ماركت، فسدد ضربه قاضيه قتل بيها الوحش علشان هو ملحقش الخصومات، كان متنرفز. العالم المجنون مش فاهم حاجه. جينوس فهمه ان سبب عصبيه سايتاما ان فوت خصومات السوبر ماركت. جينوس قال لسايتاما ما تقلقش، لسه فاضل 4 ساعات وهنلحق. بسرعه راحوا على المدينه، والعالم المجنون شكله كده اتهبل من الصدمه. وفي يوم غريب صحي سايتاما من حلم غريب انه بيلعب حجر ورقه مقص مع واحد كان حاطط صباعه في مناخيره. يا عم ده انت احلامك غريبه. واثناء الروتين الصباحي ليه سمع في الاخبار عن عصابه من الصلع اسمهم بارادايس، والحكومه بتحذر الناس من اي حد اصلع. طبعا سايتاما اتصدم. طول الوقت ده بحاول ابقى بطل، يجي شويه صلع يبوظوا صورتي، وزعيمهم اسمه هامر هيد قرر انه هيصلح المجتمع، واعلن الحرب على رجل غني اسمه زينيرو، وبيدمروا اي حاجه في طريقهم. زينيرو بعت الحارس الخاص بيه اسمه سبيدو ساوند سونيك، وبالفعل انطلق سبيدو ساوند سونيك واشتبك مع عصابه بارادايس، وطبعا اسم على مسمى. بسرعته ومهارته كنينجا قطع فيهم زي البطاطس. هامر هيد قدر انه يتفادى سبيدو ساوند سونيك، وبدا قتالهم مع بعض. وهامر هيد
بدأ هجومه بحذف الصخور. ايه يا عم شغل الاطفال ده؟ بس من غير فايده، هجم سبيدو على هامر هيد وبسرعه ضربه بسكينه كوناي في دماغه من ورا، خلص عليه. ولكن هامر هيد كان عايش وهرب، واثناء هروبه قابل سايتاما علشان سايتاما اصلع زيه وافتكره عاوز ينضم للعصابه، ولكن سايتاما قال له انه جاي علشان يدمره هو واتباعه. هامر هيد هجم عليه بس مفيش تاثير، وهنا قرر انه يطلق القوه الكامله ليه، ولكن سايتاما صد ضربته وضربه بالكوع، دمر البدله الخارقه بتاعته. هامر هيد جري بسرعه. طب يا عم البس حاجه كده تاخد برد، ما علينا. وهنا سبيدو ساوند سونيك شاف سايتاما بدون كلام صد الضربه بالكوناي، سايتاما سدها وبعدين ضربه بسيف النينجا، ولكن سايتاما سد برضه الضربه ديت وكسر السيف. سايتاما حاول يفهمه انه بطل خارق بس للمتعه، بس هو ما عرفوش وقال له ما تخدعنيش، انت اصلع ولكن انت صديت ضربتي مرتين وفي الحاله ديت لازم اقتلك. طبعا سبيدو سريع جدا بيحاول يهجم على سايتاما، ولكن سايتاما اسرع منه وشافه. سبيدو حاول يضرب سايتاما بس سايتاما تفادى ضربته وبالغلط ضربه ضربه خفيفه جت تحت الحزام. وهنا العلماء بيقولوا يستحيل تحس بالوجع من غير ضربه مباشره، بس خليني اقول لك ان كلنا حسينا بوجع الضربه دي. وطبعا سبيدو قال لسايتاما انه القتال ما خلصش، بس هو وراه مشوار مهم اكيد للحمام. سايتاما قال له اتمرن وتعالى هستناك. في الوقت ده جينوس كان بيتصلح من اضرار اخر قتال وبعدين راح لسايتاما. طبعا سايتاما حكى لجينوس كل حاجه، بس كانت الصدمه انه محدش يعرف حاجه اصلا عن سايتاما، رغم انه لمده 3 سنوات هزم اشرار اقوياء جدا سببوا كوارث وما عنديش حتى معجبين. وهنا جينوس خد باله انه سايتاما ما اتقالش عنه حاجه في الاخبار، رغم انه هزم العصابه وانهم قالوا ان بطل تاني هو اللي هزمهم. وهنا سال جينوس سايتاما انت مسجل نفسك في رابطه الابطال اصلا؟ ايه الاجابه لا. وهنا قرر سايتاما وجينوس انهم يسجلوا نفسهم في رابطه الابطال. بدا سايتاما يملى استماره التقدم للامتحان. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقات الجايه؟ استنوا الجزء الثاني، وما تنسوش دعمكم بلايك وشير للفيديو ومتابعه الصفحه على الفيسبوك، واشتركوا في قناه اليوتيوب عشان تفضلوا متابعين اول باول، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.